جوهرة تونس محمد الضوي الشهير بكريستو، لعيب النجم الساحلي التونسي، مواليد 14 مايو 2003، عنده 19 سنة. النهارده هنتكلم عن صفقة الأهلي المحتملة محمد الضوي الشهير بكريستو. محمد بدأ كلاعب في ناشئة النجم الساحلي، ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول في 2021 ليبدأ مسيرته مع الفريق. هنستعرض مع بعض النهارده أهدافه ومهاراته، وهنتكلم مع بعض عن المراكز اللي هو بيلعب فيها، وهنتكلم عن مسيرته وهل هيقدر يدي اضافه قويه للنادي الاهلي ولا لا. هنبدا كده بارقامه. لعب مع النجم الساحلي اول موسم ليه 9 مباريات، سجل هدفين وصنع هدف بتقريبا معدل الدقائق 832 دقيقه، يعني 9 ماتشات او 10 ماتشات بالكتير قوي. الارقام دي يعني بالنسبه لاي لاعب شاب لسه بادئ مسيرته ارقام مميزه. نخش على الموسم الحالي. لعب 6 ماتشات، سجل خلالهم 4 وصنع هدفين. هداف الدوري التونسي حاليا برصيد 4 اهداف. بيعرف يضرب ضربات جزاء كويس، مهاري جدا جدا. بيلعب برجليه الشمال، بيلعب من اكتر من مركز، سواء مركز الجناح الايمن او راس الحربه. وملحوظه، كولر هو اللي طلب لعيب بيلعب برجليه الشمال وبيلعب بالجناح الايمن، يعني هو اللي طلب اللعيب يكون بيلعب برجليه الشمال وجناح ايمن. وهو اعجب باللعيب بشكل كبير جدا جدا، وبنسبه كبيره اللعيب ده هينضم للنادي الاهلي. نتكلم كده بقى على سعره. ترانسفير ماركت اكدت ان سعره ب 400 الف دولار، مما يعادل 10 او 11 مليون مصري تقريبا. وبنسبه كبيره النجم الساحلي هيرفع السعر لمليون ونص دولار الى 2 مليون دولار. وبنسبه كبيره الاهلي هيدخل غرامه كوليبالي في الصفقه. وملحوظه نسيت اقولها لكم، ان اللاعب كان هيشارك في كاس العالم وكان داخل القائمه الاوليه لمنتخب تونس للمشاركه في كاس العالم، لكن طبعا مدرب التونسي استبعده من القائمة النهائية. كده بقى نستعرض مهاراته مع بعض. وبصراحة أنا عاوز أوريكم هدف جابه النجم الساحلي. زي ما انتم شايفين كده، ده الكورة كانت معاه. شوف، عدى من اللعيب، كان 1-1 وشاطها، والكرة دخلت في الزاوية الضيقة، والهدف كان الأول للنجم الساحلي. النجم الساحلي كان متعادل 0-0، وبعدين الهدف ده خلى النجم الساحلي متقدم بنتيجة 1-0. طبعا في اكتر من مهارات، وخصوصا شغل اللعب الواحد على واحد، بيعرف يعدي من الواحد على واحد. وبرضك يعني انا شفت له مهارات بيكون عليه اتنين وتلاتة وبيعرف يعدي منهم، يعني مش واحد على واحد بس، لا ده بيعرف يعدي من وسط اتنين وتلاتة. نشوف مع بعض دلوقتي مهاراته ضد واحد واتنين وتلاتة. هنا خد الكورة طبعا، عدى من واحد ويسددها، لكن شالها في الزاوية الضيقة اللي الحارس كان موجود فيها. وهنا الكورة كانت معاه طبعا، طلع له الباك الشمال بتاع النجم الساحلي، لعبها له على طول وكان هيجيب منها هدف. وهنا قطع الكورة وطبعا كده، لكن شاطها وخرجت بره. وبرضه يعني هو بيعرف يدافع، وبيعرف برضه يقطع الكور بشكل كويس جدا من دون اي فاولات. وبيعرف برضه يجيب لك فاولات في اماكن خطيره، يعني فاولات ممكن لو الاهلي استغلها ممكن يجيبها هدف. وهنا طبعا عدى من المدافع وخد الكره ودخل لجوه زي ما انتم شايفين كده، وجاب ضربه جزاء لفريقه، وهو اللي سجلها زي ما انت هتشوف كده، هو اللي سجلها وجابها هدف. طبعا تقريبا ده كان تقريبا تاني هدف ليه او اول هدف ليه مع النجم الساحلي. وهنا شوف، يعني عدى من المدافع خده، يعني قال له انا هاخدك كده واروح مشوار بتاع معايا، وخده ومشى. لعيب بيصبر على الكوره بطريقه يعني احنا محتاجينها. وشوف يعني التسديده دي كانت ممكن تيجي هدف، والتسديده كانت خطيره جدا، لكن الحارس شالها. وهنا طبعا لعب الكوره بطريقه حلوه جدا، بس اللي عجبني اللي هو حط ايديه على دماغه وحس ان الكوره طالعه بره، ولكن الكرة وصلت للمهاجم، لعبها له لعب بدماغه المهاجم للمهاجم التاني وجابها هدف. وبيعجبني في اللعبة دي اللي هو يعني اللي هو لما بيلعب الكرة تحس ان هي عالية، بيحط ايده على دماغه يقول لك خلاص الكرة بره. وهنا عدى بطريقة جميلة جدا. وهنا طبعا عدى من محمد بن رمضان. يعني تخيلوا، ده لعيب مصنف من افضل 10 من افضل 100 لعيبة خط وسط في افريقيا. ده كمان مش عدى منه، ده لبسه كوبري. وكمان بيعرف يطلعك من الحتت الضيقه. يعني شوف، عدى من هنا من وسط واحد واتنين، وعمل هات وخد وعمل وان تو، وعمل كل حاجه، وبيشتغل شغل جماعي. يعني لو الاهلي حرفيا لو جابه هيبقى صفقه كويسه جدا. وهنا طبعا شوف، واخد الكرة، يعني الكرة اتقطعت ورجع جابها ومشى بيها، كمل بيها وجاب فاول في مكان خطير للنجم الساحلي. هنا بقى كان واحد على واحد، قعد يلبخه كده شويه وقال له تعالى خد وروح وهات، وعدى منه في الاخر. وبذكائه يعني فضل مساحه لزمايله. هقول رايي في الصفقه. من رغم ان اللعيب لسه صغير، عن 19 سنه، آه يعني اقول خلاص بقى على شهر 5 الجاي هيبقى 20، انا بقول اللي هو ليه مستقبل كبير جدا، يعني ليه مستقبل كبير ان شاء الله. فاحنا بنقول اللي هو لو احنا عايزين نستعجل عليه، يعني نستنى شويه، لان هو برضه
متعود على الاجواء في تونس، ولما يجي لسه هتعود على الاجواء في مصر وماتشات كتير وينزل ويقعد دكه كتير وينزل ما بينزل في الشوط التاني والكلام ده. هو من رايي هي صفقه كويسه، صفقه كويسه جدا. واتمنى الاهلي يعني يبص على اللعيبه اللي زي دي، اللعيبه بيبقى عندها مواهب بس احنا ما بنشوفهاش. وبس كده. لو عايزين نتكلم عن محمد بن رمضان الفيديو الجاي، او نتكلم عن محمد بن رمضان، اكتبوا لي تحت في التعليقات واحنا نعمل فيديو ليه ونتكلم عليه، لانه يعني بالنسبه لي هو كان المفروض يجي النادي الاهلي، كان صفقه محتمله من يوم من الايام، وانا كان نفسي اللي هو يجي النادي الاهلي. وبس كده. وكده كنا وصلنا لنهايه الفيديو. اشكركم، مع السلامه.